هلو يا مساء الفل، أهلا بيكم في قناة دكتور ساينس والدكتور سمر. طلبة جريد 5 أهلا بيكم. تعالوا ناخد نظرة سريعة كده على منهج الساينس السنة دي، وعود نفسك دايما أول ما تمسك الكتاب لأول مرة في أي مادة تبص على الكونتنت أو المحتوى بتاع الكتاب وتعرف المنهج عبارة عن إيه، علشان ده هيسهل عليك قوي تبقى منظم نفسك ومذاكرتك. منهج الساينس السنة دي بيحتوي على 2 themes، theme 1 و theme 2. كل theme بيحتوي على 1 unit. theme 1 بيحتوي على unit 1 اللي اسمها interactions of organisms. theme 2 بيحتوي على unit 2 اللي اسمها particles in motion. theme 1 unit 1 بيحتوي على 3 concepts. concept 1 اسمه plant needs، يعني احتياجات النباتات، وده بيحتوي على 5 lessons. الكونسبت التاني اسمه energy flow in ecosystem، يعني مسار الطاقة في النظام البيئي، وده بيحتوي على 4 lessons. concept 3 اسمه changes in food webs، يعني التغيرات في شبكة الطعام، وده بيحتوي على 4 lessons. unit 2 اسمها particles in motion، يعني الجزيئات في الحركة، ودي بتتكون من برضو 3 concepts. concept 1 اسمه matter in the world around us، يعني المادة في العالم حولنا، وده بيحتوي على 5 lessons. concept 2 اسمه describing and measuring matter، يعني وصف قياس المادة، وده بيحتوي على 4 lessons. concept 3 اسمه comparing changes in matter، يعني مقارنة التغيرات في المادة، وده بيحتوي على 5 lessons.